السلام عليكم. طبعا أنا عمر بنات من قضاء الخليل عجور، مواليد الأردن. صار لي 16 سنة حلاق، كاتب جديد إلي بالضبط شهر، ورسام بفن الرسم بالرمال. حياتي بتعتمد دائما على الأشخاص اللي بيجوا علي. إذا الشخص معصب أنا بعصب، إذا كان الشخص بضحك أنا بضحك، الشخص بمزح أنا بمزح، شو مكان الشخص أنا زيه. حتى لو شيخ بقدر أحكي معه شيخ. الموضوع مش هون، الموضوع انه هذا الكتاب اللي طلعت فيه كتاب اسمه الحلاق، كتاب يضم 50 قصة إنسانية، ركز على كلمة إنسانية. كلمة إنسانية بمعنى انه هذول الأشخاص مستحيل تلاقي انه شخص زيهم، بس إذا قرأت الكتاب راح تلاقي حالك من بيناتهم، فبتعتقد انك انت مرة مجنون، مرة بدون نظارة، مرة ملحد، مرة كل التفاصيل ممكن تلاقيها في الكتاب. فالكتاب كتبت على الغلاف وهناك قصة داخل هذا الكتاب لن تنظر إلى الحلاق بنفس الطريقة مرة أخرى. فهذا إن دل أسألك أنت اسألني تفضل. ربحت أموال صح تمام. اللي بيربح أموال دائما الناس بتحسده أو بتحب تسأله من وين وكيف؟ بعتقد إنه الناس بتحسده، بس مش مبدأ انها بتحسده، بس هي بيكون في دائرة معينة في حياتها، وهذا الشخص من بيناتهم اذا غني او صار لفوق ممكن انه يبعد عنهم، فهم ما بيحبوا انه يبعد عنهم. كيف حصلتهم؟ كيف ربحتهم؟ المصاري لسه ما ربحتهمش، بس انا يعني بالنسبة لي بهمني انه اربح الاشخاص لا انا سؤالي يبدو في برنامج على التيك توك او شيء انت ربحت 11,000 او شيء. يعني انا ربحت 11,000 دولار بتيك توك من خلال اني انا كنت ارسم بالرمل وكانت تعمل بثوث مباشر، ففتت هيك في جوله فربحت اول شيء 4,000 بعدين 6,000 بعدين يعني تحول ل 11,000. وهل ما زلت تجني الارباح؟ لا، لانه بعتقد انه التيك توك كمان هو مقامره بطريقه اسلاميه، فابعدت عن الموضوع. يعني التيك توك عباره عن قمار بطريقه اسلاميه، يعني الارباح هي قمار. طبعا لما شيء يجيك مصاري من شيء غير ملموس او غير متعب، انا بالنسبه لي ما بهمني. هذا رايك الخاص؟ رايي الخاص لا، رايي الخاص انا، وبعدين بنرجع للشرعي. يعني بعد ما انا شفت رايي ودائما برد ورا رايي. اذا بس انت معك 11,000 دولار كانوا معك، هذول تعتبرهم اموال حرام؟ لانهم طريقتهم اللي راحوا فيهم كانوا بالضبط انه زي مصاري الحرام. يعني انت برايك كل الشباب والشابات اللي بيلهثوا وبركضوا لارباح التيك توك كلها اموال حرام؟ طبعا هلا التيك توك صار يعتمد على انه انت كيف شيء انت قاعد تعمل فيه بدون تعب. ما بزبط انك بدون تعب تاخذ مصاري، لانه هذول المصاري اذا بتفكر منيح بتلاقيهم منهم حرام، لانه انت كيف انا زي كاني في نادي ليلي وبرمي عليك مصاري. فصفت الامور هيك، يعني اذا واحده كانت تشلحت ولبست كات بصير يرموا عليها مصاري، هذا موضوع معناته بيعتمد على المقامره. انت فنان بالرمل؟ انا رسام بالرمل. ما القصه؟ القصه انني كنت صغيرا واخي جعلني رساما لحد معين، بس الحمد لله وصلت لمرحله اني انا صرت ارسم وجوه، يعني طورت الفكره وصرت ارسم وجوه. يعني بنعطيك تراب ترسم وجوه؟ صحيح. طبعا بتروح على محلي ثاني بعدين في لقاء ثاني انه انا راح اورجيك اني برسم اي شيء تقريبا. انا شفت رسام بالرمل في اوروبا اشبه بالساحر، يمسك الرمل هيك ويعمل يطلع شجره. لا انا ما برسم بالطريقه هي، برسم داخل القوارير الزجاجيه يعني، وبرضه الناس بتشوفه زي كانه سحر. مرسوم بالرمل؟ بالرسم بالرمل. اذا انت حلاق ورسام وكاتب تكجي، يعني تكجي تكترجي صحيح. وانت افتيت انه اموال التيك توك كلها مش افتيت انا، بس يرجع شرعيا بيطلع الموضوع حرام.